السلام عليكم شباب، رجعنا وياكم فيديو جديد. طبعا فيديو اليوم عبارة عن راح اركب الاويل كاتش كان، وراح اشرح لكم عليه شنو فوائده وليش ضفته للهلكات ريد اي. طبعا قبل لا ابلش بهذا الاويل كاتش كان لازم نفتح الصوندة هاي اللي هنا، وهي كلش سهلة. طبعا راح اشوفكم شلون نفتحها. اول ما نبدي نقول بسم الله، نفتح الكفر. يا الله، طبعا هذا الكفر ما شاء الله كلش حلو، يعكس اللون. خلي هذا هنا. طبعا شباب اكو هي هاي اثنين من هنا، هو ما راح تذب دهن ما طول السيارة. طبعا شوية هاي اكو شلون الدقمة تدوسها من هنا وترفع. الحين شوف هسه هاي هاي هنا اعتقد هاي ترفع هيجي. هي يلا. طبعا هاي الشباب طلعها بعدين. قبل لا نجيب هذا ونشده اكو بعد خطوة شباب لازم نسويها، واللي هي هاي الحديدة مال الاويل كاتش كان لازم تثبتها قبل كل شي. حتى تثبتها عندنا لقمة او صراحة ما اعرف يسموها، بس نسيتها بالعربي. تمام، هسه هاي كل متوقع. يا الله، هذا ندينا طبعا ندفع نجيب هاي صانع خليها يجي ويلا يلا. طبعا شباب السيارة ليش حارة نجي نطالع قبل شوية زعلين ضبط. يلا هذا ما ضبطها خلاص. طبعا كلي يا اخي تضبط. هسه ضبيتها، مو شرط تضبوها من الاول شباب، خليها شوية راخية لان راح ترجع تشتغل وراح همين تحتاجها مرة ثانية. هسه شباب عندنا برغيين يقعدن هنا من فوق. اول شي نعبر هاي من ورا، صعد هذا هاي المفروض هيك المفروض. تمام، خذ يا الله. هذا هو البرخي. برخي شنو؟ هو البرغي. طبعا هنا عندنا درنبيس، بعضه ما يحتاج حيل، بس انا استخدم الدريل حتى شوية اسرع. عندك هنا شوية هذا الثاني حتى نشوف. تمام، هي شوف هسه هذا ما يبدأ، لازم نفتحها. لازم تقعدها اثنينهم بيدك بالاول لانه بعدين يلا. عندي درنبيس. هيك تمام. اوكي، هسه هذا عندنا شوية يطخ هنا. بس المفروض ما عليه شيء. هاي غريبة والله، شعجب. لا قبل شلون كنتم مخليه من هنا. اي بس انا خليته ورا هاي حتى خاف لا سمح الله لا يطخ بالبلط فشي، فعرفتي حتى ما يطخ بالحزام او فشي. فشباب هسه ركزوا لي على هاي اللي يجي اليسرى على يسرتك يشكل جوا هنا. من تاكد انه الشكل زين، وهذا تقعد هنا. طبعا كلش سهل ما يحتاج له. هسه شو نسوي؟ نضب ذني. اوكي هسه هاي يلا. تمام، تأكدوا شباب انه ما يطخ اي شي، ما يأثر على اي شي. هاي هنا كله تمام.
وهيج نكون خلصنا الاويل كاتش كان. كل سهل ما يراد له شي. وارجع اقول لكم ما شاء الله هاي كلش حلوة. يصير ادلها تنظيف شوية. صار ارجع هاي وهيجي نكون خلصنا الاويل كاتش كان. هسه نجي نحكي على فوائده بين ما ارجع الغراض كل شي بمكانه. طبعا فوائده الشباب يطلع الدهن التعبان من المحرك هنا. خل افتحها واشوف كماني. نسيت عشان افتحها. طبعا كلش مزعجة. هي طرد عضوب. المهم شباب والله ما تفتح مكانها مزعج. بابا نبي نفتحها لازم اشيل البراغي. خل اشوفكم بسرعة يمكن الناس ما تعرف. هذا كنت خايف منه. تفضل. هسه هذا وين تلقاه؟ يلا. صرت ادور عليه ساعتين. يلا خلينا نشيل هذا بالاول. اي هذا يا شباب لقيته. طبعا هاي كلش مفيدة شباب. هذا يطلع لنا شباب. بس هذا الثاني ما راح يوقع. ان شاء الله ما يوقع. يا شباب بس نفتحها. شوف طبعا حاليا فارغة شباب. او بيها شوية من السيارة القديمة. انا قبل فترة من شلتها من السيارة القديمة شلتها ونظفت الدهن اللي بداخلها. بس هذا ما يأثر لان هذا ما يرجع يصعد بالمحرك او شيء. وهي كل فترة تنترس تقريبا اللي هنا وانت لازم تفتحها وتذبها وتنظفها وترجعها. نرجع نطبه. طبعا هاي مو بس الشغلة الوحيدة اللي راح نضيفها على السيارة. اكو بعض الشغلات هواي عندي بس الصراحة شوية وقت صعب. يعني اليوم انا باشر عندي عطلة فقلت خل اقعد اشد الكاتش كان بسرعة. لان والله شباب تعب يعني شغل 6 ايام. اوكي. طبعا غلط انا دا اسوي بالدريل اللي عنده ياكل السن مال البرغي. بس يلا عادي. اوكي هسه هاي وينه. نرجع هاي. اوكي. تمام. تأكدوا شباب هذا ما يلعب او راخي. لان اذا يطخ هنا يمكن يسبب لك مشكلة او بقطع القايش. طبعا شباب قهوة تفضلوا وياي. انا من اشتغل هسه بعز الحر يعني كلش حر هسه هنا بالجراج لان كنا طالع بيها قلت لكم. وهسه هذا القهوة حارة همينة. خليها هنا. اللي يقول بالعافية الله يعافيك حبيبي. تمام هسه نرجع الغراض. اوكي. لان الشغلة اللي وراها طبعا هاي شباب دائما ضموها. ميد ان مكسيكو. بالمكسيك هاي صانعيها. طبعا شباب هاي دائما ضموها لان نخاف بالمستقبل ما تعرف تبيع الهلكات تبيع يعني مو شرط انه راح تشتري سيارة هلكة ثانية او تشارجر او فشي. بس تقدر انه تبيعها وتستفاد منها تعطيها يعني الشخص يستفاد منها اكثر. فحسب انت ورغبتك باللي تريد تسوي بيها. بس هاي دائما ضموها واحتفظوا بيها. اوكي نجي للغراض هنا.
اكو همينه موضوع شباب، اكو ناس يقولوا لي يقولون بالتعليقات او على الفيديوهات الراحت منتج عدل فيديوهاتك. والله صراحة شباب أنا بودي أسوي هذا الشيء أكثر منكم الصراحة، بس بعدني صراحة مبتدئ، وتعرفون يعني أنا ما مقصر وياكم على الانستغرام، التيك توك، اليوتيوب، بس إن شاء الله أحاول أمنتج لكم بالأيام القادمة، وإن شاء الله تصير القناة من أفضل القنوات اللي موجودة على اليوتيوب. طبعا الشغلة الثانية ردت أضيفها قلت لكم عليها شباب، اللي هن ذني. طبعا ذني لا يسار عن السيارة ولا يسوي شيء، بس مجرد انه يطنك شكلية احلى. هاي كان عندي اياهن على الهلقة الجيل بريك العادية، فاخذتهن وهسه راح اشدهن على الريداي. اول قطعة هاي تقعد هنا، هاي شوية لازم مزعجة شوية. افتح لاطي. بسم الله. تأكد من القبق انه مسدود. شوف ما شاء الله شلون صارت، وين كانت وين صارت. تمام. نجي على القطعة الثانية. راكز. طبعا هاي واحدة من اكثر الشغلات اللي حبيتها، يعني ما اريد اشيلها بعد، بس كلش اضافة حلوة هنا، لان الفراغ اللي هنا كلش ما حلو. وعندنا هاي يا شباب، هسه نضيفها هنا. بس هاي يراد لها كليبسات. نجيب مال الكليبسات. شوف والله غني رحمة. هاي طبعا تبدأ هيك بالاول، تصير جوا هاي تجي هنا تضربها كليبستين. متى تصير؟ خلينا نسوي هسه هاي يمينه ونشوف. ايه هسه هاي قعدت، هاي ردت قعدين. هسه هاي هيجي تمام. عندي طبعا شباب هاي اياها، عندي هاي الثالثة، بس هاي على الهلكات هم اوريدي مخلي لك هاي هنا، فهاي هسه لازم اشيلها. وصراحة وياكم لازم تفتح هاي من هنا وتفتح من هنا كليبسات وتطلع هاي، ولو هي تعطي شكلية حلوة للسيارة اذا تخليها، راح يصير المحرك يعني كامل ما شاء الله. بس نشوف الفراغات هنا كلش ما حلوه، وهاي تسوي تخليها هنا تسد لك فراغات هوايه. ان شاء الله بالايام القادمه نسويها هاي. سوبر تشارج حار. طبعا شباب هاي السياره اللي يسالني اكو كم شخص سالون عليها ليش هيك هنا. طبعا شباب انا اشتري هاي هونداي الانترا اعتقد 2012. خلينا نشوف بالورقه هناك كاتبين لو 2012 لو 2013. الصراحة شباب أنا أجيب سيارات من المزاد الأمريكي اللي هنا بأمريكا، وأبيع أصلحهن سيارات وأبيعهن، وهاي شوية هسه تاخذ وياي وقت، لأن قلت لكم والله شغل. وشوف هسه هنا غراضها أنا عندي إياهن. هذا البنيد، وبعد هنا همين الهيد لايت مالاتها اللايتات والمدري شنو، وإن شاء الله بس أكملها أبيعها. طبعا شباب هاي هنا حرامتها قام القلو مالتها يطلع، فلازم اميري وارجع الصيجي اسويها، لان صايرة نشاز ما حلوة هنا. طبعا شوف هذا والله عرفت نسى المايك مالته يمي، يوم صورت طلعت صورت فنسى المايك مالته يمي. تمام شباب اللي هنا، اتمنى استمتعتوا بالفيديو. نشوفكم على فيديو جاي كالعادة، في تعليقاتكم، لايكاتكم، شيراتكم، لا تقصرون ويانا مثل ما نقصر وياكم. طبعا الغراض هنا هسه يشدهن، نرجع كل شي بمكانه، ونشوفكم على فيديو جديد.